كتدخلهم لدارك وتهلا فيهم وتشربهم وتوكلهم وديرهم كتر من ولادك، ولكن نهار تبان ليهم فيك الضربة ما يعقلوش عليك. أعزائي المشاهدين، خليو جيم الفيديو وتشبعوا هاد الجريمة حتى الآخر. أعزائي، الجريمة ديال اليوم وقعت سنة 2015 بنواحي منطقة سيد العيدي، وغادي نبداو القصة ديالنا مع واحد العائلة اللي كانت كتكون من الوالدين، وكان عندهم جوج بنات وواحد الولد كبير وكان الاسم ديالو عبد المولى. وهاد العائلة كانت كتسكن في واحد الدوار بنواحي منطقة سيد العيدي. وهاد العائلة كان مسك عليها الله، وكانت عندهم الأراضي الفلاحية ديالهم، وكانت عندهم الكسيبة ديالهم. المهم كانت بخير وعلى خير. ودازت الأيام وكبروا البنات، وملي وصلوا السن القانوني غادي يتزوجوا بجوج. البنت الصغيرة غادا تتزوج بولد خالها اللي كان كيسكن في مدينة برشيد، والبنت الكبيرة غادا تتزوج بواحد السيد واللي غادا تسكن معاه في مدينة الدار البيضاء. المهم هنا البنات بجوج من بعد الزواج كل وحدة غادا تسكن مع راجلها، وهنا عبد المولى غادي يبقى بوحدو ساكن مع والديه. وهذا عبد المولى كانت الخدمة ديالو كيبيع وكيشري في البقر، وكان كيمشي يبيع في السواق. مرة كيطلع يبيع في الرحبة ديال قيسر، ومرة كيطلع يبيع في الرحبة ديال حد السوالم. وكانوا الجزارة كيجوا عنده حتى للدار وكيتقداو من عنده، حيت كانت معروفة عليه الجودة ديال البقر اللي عنده. المهم دازت الايام، ملي خوات الدار من البنات بقاو الوالدين ديال عبد المولى هما اللي معاونينو في هادشي ديال البهايم. كانوا كيعلفوهم وكينكسوا ليهم الكوري. المهم هما اللي كانوا هازين الحمل. ومع مرور الايام عبد المولى غادي يشوف والديه مساكن بداو كيكبروا في السن، وغادي يلاحظ باللي مساكن عياو ومبقاش عندهم الجهد باش يتعاونوا معاه في الكوري. وهنا غادي يفكر باش يتزوج بشي بنت الناس اللي تعاونوا وتوقف معاه وتقابل ليه شغله ملي يكون هو غايب للسواق. وفعلا عبد المولى غادي يتزوج بواحد السيده كتجيه من العائله، وكانوا كاع ناس الدوار كيوصفوها بمرا ونص، وكان الاسم ديالها زهره. المهم عبد المولى غادي يتزوج بزهره، وصراحه زهره كيف ما قالوا ناس الدوار كانت مرا ونص. عبد المولى كان كيمشي يبيع ويشري في السواق، وهي كانت كتوقف على شغله في الدار. كانت كتنكس الكوري وكتعلف العجول وكتسيق وكتصبن وكتعجن ومهليه ليه حتى في والديه. وبصح نيت ناس الدوار ما كتبوش، حيت زهره كيف كتبان لكم دابا فعلا مرا ونص. وحتى عبد المولى لاحظ فيها هاد الشيء، وحتى هو ما كاش مقصر من جهتها وكان مهلي فيها بزاف. حتى لواحد النهار في سنة 2016 بالضبط نهار السبت مع الجوج ونص ديال الصباح، عبد المولى غادي يشارجي البيكوب ديالو بالعجول وغادي يشد طريق الرحبة ديال قيسر، وما غادي يرجع منها حتى ل 11 ديال النهار. مهم مشى للسوق باع وشرا، وملي رجع للدار مع 11 ديال النهار غادي يوقف الطوموبيل ديالو قدام باب الدار، وبدا كيعيط للزوجه ديالو زهره باش تهز معاه شي تقضيه جابها من السوق. ولكن زهره ما كتكلمش ليه، وهذه عمرها كانت موالفه ليها. كان فين ما كيعيط زهره ديك الساعه كتجاوبو بنعام وكتجي لعندو. ودابا بقى كيعيط زهره ولكن ما كتجاوبوش. وعبد المولى هادشي جاه عجب وقال واش زهره حتى لدابا باقا ناعسه ما موالفاش ليها. مهم دخل للدار، وهنايا كانت الصدمه، حيت عبد المولى غادي يشوف قدامه واحد الفاجعه اللي ما عمرو توقعها، وصعيب على اي واحد فينا انه يشوف هاد الفاجعه قدامه. عبد المولى لما غادي يوصل لبيت الناس غادي يشوف الزوجه ديالو زهره، المراه اللي كانت واقفه معاه وصابره معاه وواقفه ليه على الشغل ديالو. كيشوف فيها مسكينه مليوحه على الارض وغارقه في الدمايات ديالها وما كتنفسش وما كتحركش، يعني زهره مسكينه الله يرحمها. وكيشوف حتى البيبان ديال الماريو كيشوف فيهم محلولين، والحوايج اللي كانوا في الماريو كلهم مليوحين على الارض. هنا عبد المولى غادي يجي في بالو حتى والديه، وغادي يمشي يجري لبيت الناس ديالهم. فعلا ملي وصل ديك الفاجعه اللي كيشوف قدامه دابا ما كتقلش بشاعه على هذيك اللي شافها في بيت الناس ديالو. وغادي يشوف باللي والديه مساكن اللي كبروا في العمر حتى هما مساكن غارقين في الدمايات ديالهم ومقتولين على الفراش ديالهم. شاف ايضا حتى الماريو ديالهم البيبان ديالهم محلولين وكاع الحوايج ديالهم مليوحين على الارض. فعلا اعزائي المشاهدين واحد المنظر اللي صعيب بزاف، وصعيب على اي واحد فينا انه يتوقع يشوفه شي نهار. كيفاش مسكين عبد المولى غادي يدير باش يتقبل هذا الشيء، وكيفاش غادي يدير باش يثبت راسو. عبد المولى مسكين من بعد الصدمه غادي يهز الطوموبيل ديالو وغادي يمشي في واحد الحاله خايبه، وغادي يمشي بسرعه لمركز الدرك الملكي. وغير وصل قال لهم عتقوني راه عائلتي كامله تقتلات. وهنا عناصر الدرك الملكي كيشوفوا عبد المولى مسكين
ما قادرش يتحكم في راسو، وغادي يطلبوا منه باش يتهدن شويه، وديك الساعه يعرفوا منه شنو كاين. وهداك الشيء اللي كان من بعد مسكين ما تهدن واحد شويه، غادي نعاود يسولوه شنو وقع. المهم من بعد ما تهدن واحد شويه غادي يقول لهم: انا خرجت مع الصباح بكري مع جوج ونص، خرجت شديت الطريق ديال السوق ديال قيسر، وهزيت معايا العجول في البيكوب ديالي، ومراتي زهرة هي اللي عاونتني باش شارجيتهم، ومشيت للسوق باش نبيع ونشري. ولكن ملي رجعت للدار مع ال11 كنلقى عائلتي كلها مقتولة، كنلقى مرتي غارقة في الدمايات ديالها، وامي وبا حتى هما غارقين في الدمايات ديالهم. وهنا عناصر الدرك الملكي ملي غادي يسمعوا القضية فيها جريمة قتل، غادي يديو معاهم عناصر مسرح الجريمة، وغادي يتوجهوا مع عبد المولى للدار ديالو. ومن بعد المعاينات اكتشفوا باللي زهرة مرت عبد المولى ماتت مقتولة بواسطة طعنات بالسلاح الأبيض على مستوى البطن، وكيقولوا باللي أن زهرة توجهوا لها واحد الطعنات بدون رحمة، وكانوا هما السبب في الموت ديالها. وملي غادي يشوفوا كذلك البيبان ديال ماريو محلولين، وغادي نشوفوا الحوايج ديالو مليوحين على الأرض، غادي يسولوا عبد المولى واش كان حاط شي فلوس في ماريو. هنا غادي يقول لهم عبد المولى باللي كنت حاط 15 مليون تما، حيت يلا بعت واحد الخمسة ديال العجول لواحد الجزارة، وحتى مرتي كانت حاطه الذهب ديالها تما. اذا هنا عناصر الدرك الملكي غادي يقولوا باللي ان هذا اللي ارتكب هذه الجريمه ارتكبها بدافع السرقه. من بعد عناصر الدرك الملكي وعناصر مسرح الجريمه غادي ينتقلوا للغرفه ديال الوالدين ديال عبد المولى، وغادي تما كذلك يديروا المعاينات ديالهم، وغادي يتبين كذلك بان الوالدين ديال عبد المولى تعرضوا لعده طعنات على مستوى الاجساد ديالهم، واللي كانت هي السبب ديال الوفاه ديالهم. ونفس الشيء غيسولوا عبد المولى: واش والديك كانوا حاطين شي ذهب ولا شي فلوس في الماريو؟ عبد المولى غادي يقول لهم باللي الوالد ديالو كان حاط شي بركه كيجمعها، وباللي الام ديالو حتى هي كان عندها شي ذهب وكانت حاطاه في الماريو. المهم هنا عناصر الدرك الملكي وعناصر مسرح الجريمه غادا تقوم برفع البصمات اللي كاينين في البيبان ديال الماريو واللي كاينين في البيبان ديال غرف النوم. وبامر من النيابه العامه غادي يتم نقل جثث الضحايا لمصلحه التشريح الطبي بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بمدينه سطات. اما عناصر الدرك الملكي فغادا تعمق البحث ديالها بمحيط الجريمه، وغادا تبدا تقلب في المحيط ديال المنزل لعل وعسى تلقى السلاح اللي تستعمل في هذه الجريمه، او لا تلقى شي اثار اللي تساعدهم في حل هذه الجريمه هذه. هنا خلال البحث واحد من عناصر الدرك الملكي غادي يلاحظ باللي الكوري ديال البهيم مازال فيه البقر، وهنا غادي يسولوا عبد المولى وغادي يطلبوا منه باش يحسب البهيم ديالو العجول، وغادي يسولوه واش ناقصه شي حاجه. عبد المولى ملي غادي يحسب البهيم ديالو والعجول غادي يقول لهم ما ناقص والو. وهنا عناصر الدرك الملكي غادي يجيها هاد الشيء غريب، كيفاش هاد الناس اللي ارتكبوا الجريمه دخلوا حتى للدار وقتلوا العائله كامله وسرقوا الذهب ديالهم والفلوس ديالهم، وما بانش لهم هاد البهايم اللي كاينين في الكوري زعما. وهنا غيطرحوا بزاف ديال الاحتمالات، غادي يقدروا يقولوا باللي هاد الناس اللي ارتكبوا الجريمه كان الدافع ديالهم هو سرقه الاموال والذهب فقط، وغيقترحوا كذلك باللي ما لقاوش يمكن شي وسيله اللي يهزوا بها هاد البهايم وهاد البقر اللي كاين في الكوري. اذا بزاف ديال الاقتراحات وبزاف ديال الفرضيات غادي يطرحوا، ولكن الحاجه اللي غتثير انتباه عناصر الشرطه وهو انهم قالوا هاد الناس اللي ارتكبوا الجريمه شكون اللي خلاهم متاكدين باللي الفلوس راه كاينين في الدار وما حاطينهمش في البنك. وهنا عناصر الدرك غيطرحوا بزاف ديال التساؤلات. المهم خلال البحث ديالهم كذلك غادي نكتشفوا باللي الكلاب ديال عبد المولى اللي كانوا 3 كلهم لقاوهم مقتولين ومرميين ورا الدرك. هاد الدرك هذا كاين في جنب الدار اللي وقعت فيها الجريمه. وهنا عناصر الدرك الملكي ملي غادي يقربوا من الجثث ديال الكلاب غادي نلاحظوا بان الاجساد ديالهم ما فيهم حتى شي طعنه، وهذا كيعني بانهم كلهم تقتلوا بواسطه السم. وهذا كيعني باللي هاد الشخص او هاد الاشخاص اللي ارتكبوا هاد الجريمه كانوا واضعين واحد الخطه مدروسه مزيان. المهم اللي غادي يساليو من الابحاث ديالهم بمحيط الجريمه غادي نديو معاهم عبد المولى وغادي يمشيو للمركز ديال الدرك الملكي باش يزيدوا يحققوا معاه في تفاصيل هاد الجريمه. واول سؤال غادي نسولوه: واش موالف كتحط الفلوس اللي كتربح من البيع والشراء واش موالف كتحطهم في الدار ديالك؟ هنا عبد المولى غادي يجاوبهم وغادي يقول لهم: لا، انا كاع الفلوس اللي كنربح كنحطهم في البنكه، الا هاد المره هادي حطيتهم عندي في الدار حيت كنت محتاجهم باش نتقدى بهم شي سلعه ديال العلف. هنا غادي يعاود يسولوه وغادي نقول ليه: انت قلتي لينا باللي بعتي 5 العجول شي جزاره،
واش هاد الجزارة اللي بعتي ليهم هاد العجول واش كيسكنوا في نفس الدوار اللي كتسكن فيه؟ هنا غادي يجاوبهم وغادي يقول لهم بلي هاد الجزارة ما عمرو تلاقى بيهم ولا عرفهم، حتى عيطوا ليه نهار الاربعاء مع العشية وقالوا ليه واش انت هو عبد المولى. قال لهم ايه. قالوا ليه حنا شي جزارة وعندنا شي محلات تجارية ديال تا جزارت وخاصيننا شي عجول وسمعنا بلي انت عندك الجودة وهادي وبغينا نتقداو من عندك. وقلت لهم مرحبا ونعدت لهم الدار فين يجيو عندي. وملي وصلوا عندي قالوا لي بلي نمرتي خداوها من عند شي واحد وقال لهم بلي هاد السيد راه كيبيع ويشري في البقر، راه هو غادي يبيع لكم داكشي اللي خاصكم. المهم ملي جاو رحبت بيهم وشافوا العجول وتفاهمنا على الثمن وتبايعنا وتشارينا. من بعد ما شراو العجول عيطوا لشي واحد كيعرفوه باش يجيب ليهم الكاميو ونعتوا ليه البلاصه فين كاينه. فعلا جا لعندهم وشارجاو دوك العجول ومشاو في حالهم. واخا سي عبد المولى دابا غادي تقول لينا شحال كانوا هاد الجزاره اللي جاو عندك؟ هنا عبد المولى كيقول لهم باللي 3 ديال الجزاره هما اللي جاو تقداو من عنده وغادي يعاودوا يسولوه الجدارميه وغادي يقولوا ليه هاد الناس اللي بعتي ليهم العجول واش عارفهم دابا فين كاينين، واش عارف سمياتهم، واش مازال عندك نمرة التليفون ديالهم؟ عبد المولى قال لهم ايه، راه وراوني المحلات فين كيديروا تا جزارت وقالوا لي لا خصك شي لحام ولا شي حاجه مرحبا بك عندنا. وقال لهم كذلك بلي نمرة التليفون حتى هي راه باقا عنده وبلي المحلات ديالهم راه كاينين في سيد العيدي وحتى السميات ديالهم راه مازال عاقل عليهم. ما علينا. هنا عناصر الدرك الملكي غادي يتوصلوا بتقرير الطبيب الشرعي واللي من خلاله غادي تعرفوا فيه على تفاصيل الجريمة أكثر. وجاب في تقرير الطبيب الشرعي بأن الجثث بثلاثة تقتلوا بواسطة طعنات بالسلاح الأبيض. والحاجة اللي غادي تصدم عبد المولى هنايا أن في التقرير ديال الطبيب الشرعي قال لهم باللي كانوا 4 ديال الضحايا ماشي 3، كانوا الوالدين ديالو وكانت الزوجة ديالو زهرة الله يرحمها ولكن كانت حاملة مسكينة. وجا كذلك في التقرير بأن الوقت اللي تقتلوا فيه الضحايا كان هو يوم السبت على الساعة 5 صباحا. المهم عناصر الدرك من بعد ما اطلعوا على تقرير الطبيب الشرعي غادي ينتقلوا للعنوان اللي عطاهم عبد المولى فين كاينين دوك المحلات ديال دوك الجزارة اللي تقداو من عنده العجول. المهم غادي يوصلوا لعندهم، غادي يمشيو لعند واحد فيهم غادي يقول ليه السلام عليكم، غايقول لهم عليكم السلام. غادي يقول ليه واش انت هو الجزار فلان؟ غادي يقول لهم هو انا. يقولوا ليه اجي معنا. كيدوزوا عند الاخر كيقول ليه واش انت هو الجزار فلان؟ كيقول لهم هو انا. كيقولوا ليه اجي حتى انت معنا. كيمشيو عند الثالث حتى هو واش انت هو الجزار فلان؟ كيقول لهم هو هذا. كيقولوا ليه اجي معنا حتى انت. وتما غادي يلقاو عليهم القبض بثلاثه وغيديوهم معاهم المركز ديال الدرك الملكي وذلك من اجل التحقيق معاهم في هذه الجريمه هذه. وغير كيوصلوا المركز كيسولوهم نتوما مؤخرا شريتوا شي عجول من عند واحد الشخص سميتو عبد المولى؟ وفعلا الجزاره ما نكروش وقالوا لهم ايه حنا مشينا عند هذا السيد وتقدينا من عنده العجول. هنا غيسولوهم الجندارم كيفاش قدرتوا تعرفوا بلي هذا السيد عبد المولى راه كيبيع ويشري في البقر؟ هنا الجزارة بثلاثة غادي يقولوا لهم بلي واحد السيد سميتو عبد الهادي وكيسكن في نفس المنطقة ديال عبد المولى وهو اللي نعتو ليهم وقال لهم راه هاد السيد كيبيع وكيشري في العجول وهو اللي عطانا النمرة ديالو وحنا اتصلنا به ومشينا لعندو. وهنا عناصر الدرك غادي يصدموهم بالفاجعة وغادي يقولوا لهم بلي العائلة ديال عبد المولى كلها تقتلات وكان الدافع من وراء هادشي هو دوك الفلوس اللي نتوما شريتو بهم العجول واللي عبد المولى كان حاطهم في الدار. وطبيعة الحال هاد الخبر كان بحال الصدمة على هاد الجزارة هادو. وهنا غادي يسولوهم الجندارم فين كنتو نهار السبت ما بين 4 و5 ديال الصباح. هنا الجزارة غادي يجاوبوا وغادي يقولوا باللي في داك الوقت كلهم كانوا في القرنة باش يذبحوا العجول ويديهم للمحلات. بالنسبة للقرنة الناس اللي ما عارفينش هي البلاصة فين كيذبحوا العجول والبقر اللي كيستعملوهم الجزارة وفي بعض المناطق كيتسموا البطوار. وهنا الجندارم غادي يسولوهم واش عندكم شي شهود اللي اكدوا لينا باللي فعلا نتوما في هذا الوقت هذا كنتو في القرنه؟ قالوا لهم ايه راه صحابنا الجزاره بزاف وحتى الدراري اللي كيعاونونا حتى هما كاينين شهود تما. وهنا عناصر الدرك الملكي غادا تاخذ الاسماء ديال هاد الجزاره صحابهم واللي كيقولوا بانهم شاهدين باللي هما كانوا في القرنه وغادي يستدعيوهم للمركز ومن خلال الاقوال ديالهم غادي يتاكدوا عناصر الدرك الملكي بان الجزاره ما كذبوش حيت فعلا في ديك الوقيته ما بين 4 و5 ديال الصباح بثلاثة كانوا بيهم في القرنة وكانوا كيذبحوا العجول ديالهم. ومن خلال هذا الشيء عناصر الدرك الملكي غادا توجه الآن أصبع الاتهام لعبد الهادي. عبد الهادي هو اللي كان وسيط ما بين هاد الجزارة وما بين عبد المولى وهو اللي عطاهم النمرة ديالو وهو اللي كان عارف هاد الصفقة هادي. وهنا الجندارم غادي يسولوا عبد المولى على عبد الهادي وغادي يقول لهم باللي كيعرفوا ود المنطقة ديالو
وشحال من مره كيجي عنده للدار. وهذا الشيء اللي غادي يزيد ياكد للجندارم الشكوك ديالهم في عبد الهادي. وهنا عناصر الدرك غادي يطلبوا من عبد المولى العنوان ديال عبد الهادي. بطبيعه الحال غادي يعطيوهم العنوان وغادي يمشيو يلقيو عليه القبض وغادي يديوه معاهم للمركز. وبطبيعه الحال هو راه ديجا عارف الفاجعه بحكم انه ولد المنطقه. وهنا غادي يسولوه واش في راسك شنو وقع العائله ديال عبد المولى. عبد الهادي غادي يقول لهم اييه وكلنا بقى فينا الحال، وديك العائله صراحه الله يعمرها دار وما تستاهلش هادشي اللي وقع ليها. انا عناصر الدرك ويقول ليه انت اللي كنتي عارف هاد الصفقه اللي تمات ما بين عبد المولى والجزاره، وانت اصلا اللي توسطتي في هاد البيعه وشريه، وانت اللي عطيتي النمره ديال عبد المولى للجزاره باش يتواصلوا معاه. عبد الهادي قال لهم ايه، هاد الجزاره راهم صحابي وكانوا هاضرين وسمعت باللي كيقلبوا على شي عجول، وهو يطيح في بالي عبد المولى بحكم انه ولد المنطقه وانا عارفو اشنو كيسوى وعارف حتى العلف ديالو ما فيهش الغش، وحتى العجول ديالو كانوا معروفين بالجوده، وهو اللي اقترحته على صحابي الجزاره، وهذاك الشيء اللي داروا حتى هما تواصلوا معاه وقداو معاه الغرض. هنا الجندرم غادي يسولوه نهار السبت مع 4 ديال الصباح حتى 5 ديال الصباح انت فين كنتي؟ قال لهم انا في هاد الوقيته كنت ناعس في الدار ديالنا. غادي يقولوا لي واش عندك شي شهود؟ غادي يقول لهم ايه، والديا وخوتي وحتى الزوجه ديالي حيت حنا كنسكنوا مجموعين. وهنا عناصر الدرك غادي يتحققوا من الاقوال ديالو من خلال العائله ديالو، وفعلا غادي يتاكدوا باللي عبد الهادي في ديك الوقيته كان ناعس في الدار ديالو مع الزوجه ديالو وفي دار والديه مع خوتو، وغادي يتاكدوا باللي فعلا عبد الهادي في ديك الوقيته ما كانش في مكان الجريمه. وهذا الشيء اللي غادي يخلي هذه القضيه تزيد تعقد في عينين الدرك الملكي. وحتى هذوك البصمات اللي طرفوا من مسرح الجريمه ما نفعوا بوالو، حيت البصمات كاملين ديال عبد المولى ومرته زهره الله يرحمها وديال والديه بجوج، ولو انهم كانوا متاكدين باللي هاد الجاني اولا هاد الجونات هادو كانوا كيعرفوا عبد المولى مزيان وكيعرفوا الدار ديالو مزيان، وكانوا متاكدين في ذاك الوقت باللي عبد المولى ما كاينش في الدار وكان في السوق، حيت من خلال الاقوال ديالو كيقول باللي هو كل سبت كيمشي مع 2:30 ديال الصباح كيمشي للرحبه ديال قيسر، كيمشي كيبيع وكيشري في البقر وكيرجع للدار مع 11 ديال النهار. وهذا اللي غادي يخلي الجندارم متاكدين باللي اللي قام بهذه الجريمه هذه ما بعيدش على الدوار وعنده معرفه بعبد المولى وبالعائله ديالو. لهذا اللي قام بهذه الفعله عارف باللي عبد المولى ملي كيمشي للسوق كتبقى غير الزوجه ديالو في الدار ووالديه مساكن اللي كبار في العمر. وهنا الجندرم غادي يرجعوا يحققوا مع عبد المولى وغادي يطلبوا منه باش يركز معاهم مزيان في هذه القضيه هذه، وقالوا ليه يمكن انت في ديك اللحظه كنتي مصدوم من الفاجعه ويمكن غفلتي شي معلومه ما قلتيهاش لينا واللي تقدر تفيد البحث ديالنا. هنا عبد المولى غادي يقول لهم راه ضروري نهار جاو الجزاره عندي باش يشريو العجول ضروري هاد الخبر ما غادا تشيع في الدوار، ضروري الناس ديال الدوار غادي يشوفوهم باللي جاو لعندي اولا غادي يشوفوهم وما غاديين بالكاميو بالعجول. انا حتى شي واحد ما عاودت لي على هاد البيعه وشريه من غير ولد عمي مصطفى هو اللي كان حاضر معنا في هاد البيعه وشريه. الوقيته اللي جاو عندي فيها الجزاره هو ديك الساعه كان معايا في الدار. وزيدون هاد مصطفى راه ماشي غير ولد عمي، راه خويا وحبيبي وحتى هو كيبيع ويشري في البهايم وراه مسك عليه الله ولاباس عليه. وزيدون ما يمكنش هو يطمع في هذاك شويه ديال الفلوس اللي عندي. وهنا غادي ينقز واحد العنصر من الدرك الملكي وغادي يقول لي واحد الكلام اللي فعلا عنده الحق، وغادي يقول باللي راه كاين اللي عنده مال الدنيا كامله ومازال طامع في الخبزه ديال الدرويش. وفعلا هادشي الاخوان راه كاين وكنعيشوه. ما علينا. عناصر الدرك الملكي غادي يسولوا عبد المولى غادي يقولوا ليه انت قلتي لنا باللي ولد عمك مصطفى حتى هو كيبيع ويشري في البقر، قول لينا واش حتى هو موالف كيمشي الرحبه ديال قيسر نهار السبت؟ عبد المولى غادي يقول لهم ايه، حتى هو موالف كيمشي الرحبه ديال قيسر وكيمشي تقريبا في نفس الوقت اللي كنمشي فيه انا. هو كيمشي بطونوبيلته وانا كنمشي بطونوبيلتي، كنا كنمشيو موانسين على قبل الشفاره، وملي كنا كنساليو البيع والشراء كنا كنتلاقاو في السوق الصباح وكنفطروا مجموعين. هنا واحد العنصر من الدرك الملكي غادي يسول واحد السؤال مهم جدا. غادي يقول لعبد المولى هاد السبت اللي وقعت فيه الفاجعه انت مشيتي للسوق ياك؟ واش ولد عمك مصطفى حتى هو كان معاك في السوق؟ هنا عبد المولى قال لهم اودي لا، راه نهار الجمعه بالليل عيط ليا وقال لي بلي ما غاديش في شي الرحبه ديال كيسر. المهم هنايا الجندارم غادي ياخذوا المعلومات ديال ولد عمو مصطفى وغادي يمشيو عنده للدار ديالو بالضبط نهار الاربعاء مع 4 ديال العشيه، وغير غادي يوصلوا غادي يلقاو الاب ديالو اللي هو العم ديال عبد المولى غادي يلقاوه كيخرج شي بقرات.
المهم عناصر الدرك غادي يطوقوا الدار حيت كانوا خايفين مصطفى اللي يشوف الجندارم ويهرب من شي بلاصه. المهم طوقوا الدار ومشى واحد من الدرك الملكي عند الاب ديال مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي واش انت هو فلان؟ قال لهم ايه. واش ولدك مصطفى كاين في الدار؟ قال لهم ايه راه كاين. ايوا كلموا لينا. ايوا ومن اللي خرج مصطفى غير بان ليه داك الكم ديال الجندارم هو يتسنق. عرف القضيه ماشي سهله. هنا عناصر الدرك الملكي غادي يلاحظوا عليه الارتباك، وهنا غادي يديروا ليه المينوط دوه معاهم المركز. غادي يوصلوا غادي يسولوه وغادي يقول ليه بطبيعه الحال انت عارف ديك الواقعه اللي وقعت العائله ديال ولد عمك. هنا مصطفى قال لهم ايه وهادشي اللي وقع بقى فينا كاملين. هنا عناصر الدرك غادي يقولوا ليه باللي هذا اللي دار هاد الجريمه راه دارها بدافع السرقه على ود دوك الفلوس ديال البيعه والشريه اللي طرات ما بين عبد المولى ودوك الجزاره. وهذا اللي ارتكب الجريمه راه عارف بقصه هاد البيعه والشريه وعارف باللي الفلوس ديال البيعه والشريه كانوا في الدار. وانت الوحيد اللي عارف بهذا الشيء حيت انت الوحيد اللي كنتي حاضر لهاد البيعه والشريه. السيد قال لهم ايه انا كنت حاضر لهاد البيعه وشريه وراني كنت معاه في الدار الوقت اللي جاو عنده الجزاره. وزيدون راه ماشي انا اللي درت هاد الجريمه. زيدون هاد الناس راه عائلتي وراه حشومه تقول لي هاد الهضره. غادي يقاطعوا واحد العنصر من الدرك الملكي وغادي يقول ليه الشريف راه حنا ما قلناش لك انت اللي درتي الجريمه. حنا غير قلنا انت كنتي حاضر معاهم في هاد البيعه والشريه وفقط بغينا غير نسولوك نهار السبت ما بين 4 و 5 ديال الصباح فين كنتي. صافي هادشي اللي جبناك. هنا غادي يجاوبهم مصطفى وغادي يقول لهم انا في ديك الوقيته كنت ناعس في الدار. وزيدون حتى الرحبه اللي موافق كنمشي لها نهار السبت راني ما مشيتش ليها داك النهار. هنا عناصر الدرك غادي يقولوا لي ايه انت هاد الوقيته كنتي في الدار واش كاينين شي شهود اللي ياكدوا الهضره ديالك؟ قال لهم ايه العائله ديالي والزوجه ديالي تقدر تقول لكم شنو كاين. لكن عناصر الدرك الملكي ملي غتسول العائله ديالو الزوجه ديالو والوالدين ديالو غادي يقولوا لهم كاملين باللي مصطفى نهار السبت خرج بكري من الدار وقال لهم غادي يمشي الرحبه باش نتغدى شي عجول. وهنا عناصر الدرك الملكي تاكدوا فعلا باللي مصطفى عنده ايد في هذه القضيه هذه وباللي هو غير كذب عليهم في الاقوال ديالو. هنا غادي يحطوه هو المتهم رقم واحد بخصوص هذه الجريمه هذه. مهم عناصر الدرك الملكي غادي يضغطوا عليه مزيان وهنا مصطفى غادي يعترف بالجريمه ديالو. وهنا اللي غادي يفاجئ عناصر الدرك الملكي هو من اللي قال لهم مصطفى بلي انا ما كنتش بوحدي في هذه العمليه هذه انما كانوا معايا جوج ديال الناس كيسكنوا في واحد الدوار قريب لينا. اتفقت انا وياهم نهار الجمعه باش نهار السبت في الصباح ملي يكون عبد المولى في السوق ندخلوا نسرقوا الفلوس ديالو من الدار حيت انا كتعارف الفلوس ديال العجول كان حاطهم في الماريو على ود شي علف كان باغي يشريه. ولكن حنا كنا متفقين بثلاثه باش ما نقيسو حتى شي واحد من العائله ديال عبد المولى. كنا فقط باغي ندخلوا نسرقوا الفلوس ونخرجوا في حالنا. ولكن الدراري اللي كانوا معايا قالوا لي بلي مرات عبد المولى سمعاتهم هما داخلين للدار وملي شافتهم بدات كتخوت ودخلت معاهم في واحد العراك. وواحد فيهم ما صبرش ليها وهو يضربها بواحد الموس للبطن ديالها. والاخر غادي يسمع الوالدين ديال عبد المولى كيبكيو وكيغوتوا مساكن وغادي يمشي لعندهم حتى البيت النعاس فين ناعسين وفي بلاصتهم غادي يبقى يطعن فيهم في مناطق مختلفه من الاجساد ديالهم ومساكن غادي يغرقوا في الدمايات ديالهم. وانا ما فهمت والو ومخلوع. مشيت لماريو خديت الفلوس ولكن الدراري الاخرين بقاو طامعين وبقاو كيقلبوا في الماريوات بجوج. في الماريو ديال عبد المولى لقاو الذهب ديال مراتو وفي الماريو ديال الوالدين ديالو لقاو شي ذهيب ديال الام ديالو وشي بركه ديال الفلوس ديال الاب ديالو. المهم هزينا داكشي وخرجنا. هنا عناصر الدرك الملكي غادي يسولوا مصطفى كيفاش حتى تخلصوا من الكلاب وكيفاش دخلوا للدار. هنا غادي يجاوبهم بخصوص الكلاب قال لهم عطيناهم اللحم فيه السم كلاوه وماتوا في البلاصه وحنايا بثلاثه نقزنا من الحيط ودخلنا للدار. وانا كنت غادي قدامهم وهما ورايا حيت انا اللي كنت الدخله ديال الدار كيفاش دايره. وبدينا بالبيت ديال عبد المولى وتما فين تقتلات مراتو وسالينا بالبيت ديال الوالدين ديالو وتما فين تقتلوا. المهم من بعد هاد الاعترافات كامله غادي يتم الاعتقال ديال الشريكين ديالو واللي كانت الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 30 و 35 سنه. هاد الشريكين كانت عندهم سوابق عدليه بخصوص السرقه والضرب والجرح. ولا غادي تبين عناصر الدرك الملكي اثناء التفتيش ديال المنازل ديالهم غادي يلقاو الذهب ديال مرات عبد المولى والام ديالو. المهم بعد الاعترافات ديالهم بثلاثه كيتم تحرير محضر رسمي بخصوص هاد المتهمين كيتقدموا امام العداله وغادي يتحكموا بالسجن المؤبد لكل واحد منهم. وكانت التهم الموجهه اليهم هي كالتالي: تكوين عصابه اجراميه وجرائم القتل العمد
مع سبق الإصرار والترصد. تهم السرقة الموصوفة. أعزائي الكرام، كانت هذه هي النهاية ديال الجريمة. كنتمنى ما تنساوش تجيم الفيديو، وإلى جريمة أخرى إن شاء الله. تهلاو.